اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنزين مع بعض تورتة شوكولاتة، وكمان هنثبت عليها صورة. هوريكم ازاي بنثبتها وايه الاسباب اللي بتخليها تطلع ناجحة معانا او الصورة تفشل معانا وتقطع او تسيح. وهنعمل كمان في التورتاية بركان شوكولاتة من جوه، تقطعوها تلاقوا البركان نازل وسايح كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو، واللي مشتركش في القناة يشترك. ويلا بينا تعالوا نشوف الطريقة. اول حاجة عشان نثبت التورتاية زي ما تعودنا كل مرة بنحط الكريمة من تحت ونبدأ نحط الكيك. شايفين الكيك حلو جدا ازاي؟ انا قسمته على 3، كان ممكن يتقسم على اكتر من كده لان ما شاء الله كان حجمه حلو. سقيته كده بنسكافيه عليه سكر، وبدأت أحط دوبتهم طبعا مع بعض، وبدأت أحط كريمة وفردتها بالطريقة دي ونزلت بصوص شوكولاتة. وهي دي الحشوة بتاعنا النهاردة. حطيت الطبقة التانية برضو ونزلت بكريمة وحطيت صوص شوكولاتة. بس انا نسيت خطوة مهمة، المفروض ان انا كنت افتح الكيك قبل ما احطه، بس نسيت ففتحته كده، عملت خط وفتحته بعد ما كنت خلاص حطيت الكريمة والشوكولاتة. مش مشكلة، المهم هغلف بقى الحتة اللي انا قطعتها من جوه دي بالكريمة زي ما انتوا شايفين كده، وهصب في قلبها صوص الشوكولاتة. ممكن تعملي صوص شوكولاتة اقتصادي عملناه مع بعض قبل كده في تورت كتير، وممكن تعملي الجناش العادي اللي هو شوكولاتة ولبن فقط. حطيت بقى الطبقة الأخيرة، وهنزل برضو هسقيها بالنسكافيه. وبعد ما اسقيها كويس جدا بقى هغلفها. همشي كده بقى ايه بدورات، انا مش عايزة حتة تبقى باينة معايا علشان خاطر تتجلس كويس جدا. هابدأ بقى أجلسها بأي حاجة عندك. أنا مش شغالة في التورتاية دي بأدوات مش موجودة عند أي حد. دي سكينة عادية جدا وبدأت أشتغل بيها، بس هي عشان مشرشرة طويلة شوية فساعدتني إن أنا أشتغل لأن التورتاية عالية. فأي حاجة متوفرة عندك في البيت اشتغلي، مش شرط تكون حاجات معينة. أنا دلوقتي سويتها كويس جدا. طبعا كل مرحلة اتفقنا إن احنا بندخل التورتاية في التلاجة. بعد ما دخلت في التلاجة وارتاحت شوية نزلت عليها بصوص الشوكولاتة. صوص الشوكولاتة في التورتاية دي انا عاملاه تقيل عشان خاطر الصورة اللي انا هحطها. طيب لو انت هتعملي صوص الشوكولاتة خفيف هقولك على بديل. تجيبي الشوكولاتة وتسيحيها وتجيبي الصورة وتقلبيها وتحطي عليها من ورا شوكولاتة وتسيبيها تجمد. كده تضمني ان هي الصورة لا هتتفرفت معاكي ولا هتبوش ولا هيجرالها اي حاجة، لان الصورة بتبقى عبارة عن عجينة سكر. زي ما انتوا شايفين كده بتتشالي اللزقة من ورا وتبدأوا تحطوها. طبعا انا دخلت التورتاية التلاجة بعد ما حطيت جناش الشوكولاته على طول عشان يمسك. اول ما بيمسك خلاص بحط الصوره عليها وانا مطمنه، لان انا عامله جناش الشوكولاته تقيل. يا رب تكون الحته دي واضحه معاكم، علشان خاطر هي دي اللي ممكن تنجح معاكم الصوره او تفشلها. بعد ما حطيتها بالطريقة دي عملت لها بقى داير ما يدور حواليها روزتات من الكريمة. وكنت كاتبة برضو اسم الطفل بالشوكولاتة. لو عايزين الطريقة برضو قولولي، كنت كاتباه ولونته كده وحطيته برضو على التورتاية. التزيين ده اختياري، اللي انتوا حابينه حطوه. انا حطيت كده اي حلويات وفارماسيال وحاجات كده اللي هي تعمل بهجة لان هي تورتاية طفل. وطبعا عشان بيحب الكورة فحطيت برضو لاعبين كورة مصاصات كده، ومن تحت بونبوني وحاجات كده عشان تبين ان هي مبهجة لطفل مثلا صغير. يا رب يكون تزيين التورته النهارده عجبتكم، وازاي عرفنا نحط صورة على التورته، وايه اسباب النجاح والفشل فيها، وازاي تنجح معاكي وازاي تتجنبي ان هي تفشل معاكي. وعملنا كمان بركان الشوكولاته. طبعا هنقطع التورتايه دلوقتي وهوريكم شكل البركان من جوه. طبعا بتبقى مفاجأة حلوة قوي لأي حد ان انت تدخلي الفرحة في قلبه اول ما يقطع التورتايه يبص يلاقي صوص الشوكولاتة نازل بالطريقة دي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وانتظروني ان شاء الله في وصفات اكتر وافكار اكتر بامر الله. مع السلامه.